السلام عليكم. تصريح خطير من الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز في أول ظهور له بعد خسارة المنتخب المغربي أمام أوكرانيا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس، ويكشف عن سر خطير داخل غرفة الفار سيصدم الملايين. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تتفق معي بأن المنتخب المغربي تعرض لظلم تحكيمي أمام أوكرانيا، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد خسارة المنتخب المغربي أمام منتخب أوكرانيا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية في المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا من جانب الحكم الهندوراسي وحكام الفار، فقد دخل على الخط الحكم الهندوراسي وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز منذ قليل، وقال: لقد تعرضت لهجوم كبير من جانب المغاربة بعد خسارة المغرب أمام أوكرانيا، فكل المغاربة يهاجمونني لأنني لم أحتسب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي. فأنا شاهدت هذه اللقطة أكثر من مرة بعد انتهاء المباراة، فأنا لم أشاهدها في الملعب، وكنت أقول لنفسي أن هذه ليست ركلة جزاء، ولكن عندما شاهدتها بعد نهاية المباراة أيقنت أن هذه تستحق ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، والمسؤولية كلها على حكام غرفة الفار، حيث لم يقوموا باستدعائي لمشاهدة هذه اللقطة في الفار، ولو كان استدعاني لاحتسبتها ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي الذي ظلم صراحة في هذه المباراة. فأرجو من كل المغاربة أن يسامحوني عن هذا الخطأ الفادح والغير مقصود. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.